السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا شباب؟ معكم نانسي شعبان من بي ار في تيم خطوة. النهاردة سيشن رقم 8 في خطوة. فيه معانا النهاردة زياد يتكلم عن مجال الرياضيات عموما. ممكن تعرفنا بنفسك؟ تمام، السلام عليكم. عاملين ايه؟ انا زياد الازهري. انا بدرس في ستيم الاهليه، يعني انا رايح اولى كليه ان شاء الله يعني. آه كنت علم رياضه بصراحه. انا بحب الماس عامه من وانا صغير يعني جدا، من ابتدائي ومرورا باعدادي وثانوي وهكذا. دخلت كذا مسابقه في الماس وهكذا، وبرضه ليا مهارات مختلفه او مواد مختلفه، مثلا زي بحب البرمجه، بحب برضه ان انا اقرا روايات. بس عامه. طيب ازاي ان انت اكتشفت ان انت بتحب الرياضيات اكتر من انت وكده؟ هو زي ما قلت انا بحب الرياضيات من زمان او من ابتدائي. اعتقد هو الحوار بدأ من ابتدائي قوي، من بدايه من بدري قوي، مثلا كنت في ثانيه ابتدائي او حاجه كده. كنت بستمتع جدا بحصه حصه الرياضيات، وكان عندنا مدرسه كده في الفصل كانت بتشجعنا اكتر يعني عامه. كان برضو ليا كذا حد من صحابي. كنا يعني في خمسه ابتدائي وسته ابتدائي، مع ان الاله كانت مسموح ان احنا نستخدمها وكذا في الحصص وفي الامتحانات، بس انا واصحابي ما كناش بنحب نستخدم الاله. ف... فده برضو نمى عندي حته، لا انا بحب الرياضيات، بحب ان انا استخدم دماغي اكتر. برضو كنت دخلت في ابتدائي يعني كورسات منتال ماس، اللي هو انت المفروض بتحسب بدماغك بسرعه وهكذا. فده نمى عندي اكتر حب الماس وهكذا يعني. طيب ممكن تحكي لنا عن رحلتك مع الرياضيات في المذاكرة عموما في حياتك العادية؟ تمام. هو زي ما قلت انا كنت بحب الماس. كانت اكتر ماده بالنسبه لي بحب اذاكرها، يعني كنت بحب على طول اقعد احل. حتى ما كنتش يعني مثلا بسيب الاسئله اللي هي بتاعت المتفوقين، اللي هي في الاخر الكريتيكال ثينكينج دي، لا كنت برضه بحاول احلها يعني. كانت بتاخد وقت بس كنت بتبسط قوي ان انا اخلصها يعني. وديت بقى نفس المينتاليتي اللي انا مشيت بقى بيها لما اول ما دخلت ستيم، يعني اللي هو انت خلاص بقى اصلا في ستيم انت الاسئله يعني ما فيش. قليل قوي لما تلاقي الافكار متكرره، خلاص كل سؤال بيكون ليه فكره مختلفه او فكرتين مختلفين مع بعض. فانت لازم تشغل دماغك او تحاول تلاقي الباترن المعين اللي في كل فكره، ان انت تطلع ان انت تحل بيه المساله وهكذا يعني. آه، اول ما دخلت ستيم واجهتني مشاكل كتيره، يعني اللي هو تحويل من العربي للانجليش مره واحده. بالذات بقى المصطلحات، مثلا زي التوازي ان خط متعامد على خط والحاجات دي. ما كنت متلخبط في الاول، ما كنتش عارف ازاي الماس بيتذاكر بالانجليش. كنت حاسس ان انا في عالم والفصل والمدرسه كلها في عالم. بس مع الوقت لا، بدات اتعود خلاص، الانجليش ما عادش فيه مشكله. وعادي بقى بدأت إن أنا ألاقي ناس في الدفعة الأكبر مني، والله ناس برضو بيحبوا الماس، ناس بيخشوا مسابقات، كانجارو، أي واي إم سي، توفاس، أولمبياد. فبدأت بقى إن أنا أجرب. برضو دخلت كانجارو في سنة أولى، دخلت توفاس في سنة أولى، دخلت أي واي إم سي مرة في سنة تانية ومرة في سنة تالتة، دخلت الأولمبياد في سنة تانية. والمسابقات ديت يعني اعتقد هنتكلم عنها اكتر في في البودكاست واحنا كمان. طيب ممكن تقولي ايه أول مسابقة دخلتها للماس؟ كانت ايه التجربة بتاعتها؟ ما سمعتش السؤال بس. ايه أول مسابقة دخلتها للماس وإيه كانت التجربة بتاعتها والتجهيزات وكده؟ هو اول مسابقه دخلتها في الماس كانت وانا في ستيم، يعني كانت كانجارو. بصراحه هي كمستوى هي اقل من باقي المسابقات اللي انا دخلتها، بس هي كانت كويسه. هي ما بتعتمدش على منهج اكتر، ما هي بتعتمد ان انت يكون عندك كريتيكال ثينكينج اكتر، وتحاول. وزي ما قلت هي بتكون عباره عن باترن، اسئلتها بتكون عباره عن باترن، وانت تحاول تطلع على الباترن ده. مثلا يجيب لك شكل غريب قوي، ويقول لك احسب مساحته. يقول لك مثلا، ويجيب لك اسئله غريبه انت اول مره تشوفها، مثلا نمله ماشيه على مثلا شكل سداسي، فاحسب فيه كام احتماليه ان هي تعدي بالنقطه بي مثلا، والنقطه دي محطوطه في مكان معين على الشكل السداسي. فهكذا بقى هي بتكون عباره عن باترن، فانت المفروض الباترن المعين عشان تحل. فدي كانت تنجار، يعني الحمد لله كنت دخلت وكنت اخدت الميداليه البرونزيه. فبالنسبه لاول مسابقه يعني
كانت بالنسبه لي كانت حاجه كويسه يعني. طيب، من وجهة نظرك الناس اللي هي بتحب الماس أو تبقى مايلة للماس أكتر، ده بيزود من نسبة ذكائها عن الناس العادية، ولا الكلام ده صح؟ إزاي كده؟ آه، هو الماس ممكن مش بيزود من فكره من الذكاء، هو بيزود من مهاره البروبلم سولفنج، اللي هو انت خلاص بقى بيزود من ترتيب عقلك، اللي هو انت بتبقى انسان مرتب. اللي هو انت مثلا انت حتى لو قابلتك مشكله في الحياه، خلاص انت المفروض ترتب، والله المشكله دي سببها واحد اتنين تلاته، وانا عشان احل المشكله دي المفروض احل كل جزئيه من المشكله. يعني الجزئيه الاولانيه احلها ان انا اعمل كذا، والخطوات الحل للجزئيه الاولانيه واحد اتنين تلاته، خطوات الحل للجزئيه الثانيه هكذا، خطوات الحل للجزئيه الثالثه هكذا. فهو الماس هو ممكن يكون بيزود الذكاء شويه، بس انا شايف ان اهميته الكبرى ان هو بيعرف يرتب دماغه. عامل كده زي البرمجه بالظبط، البرمجه الالجوريزمز والحاجات ديت برضه بتخليك تعرف ترتب دماغك، اللي هو انت المفروض تعمل ايه عامه بقى، سواء بقى كبرمجه او ماس او في الحياه العامه عامه. يعني ده برضه بينطبق على الحياه العامه، هو بيساعدك فيها جدا. طيب، شايف من وجهة نظرك لو حد، يعني الأهالي وكده، إزاي ينموا الرياضيات عند أطفالهم، يخلوا أطفالهم يحبوا رياضياتهم؟ هو اغلب الاطفال بصراحه ما بيحبوش الرياضيات بسبب حاجه معينه، ان هو المدرس مثلا بيكون طريقه شرحه مش حلوه، او ان هو شايف الرياضيات صعبه ومش بيحب يتعامل مع الارقام، او هو فعلا مش موهوب في الرياضيات عامه. يعني مش شرط كلنا نكون موهوبين في نفس الحاجه، كل واحد عنده موهبه في حاجه معينه، فمش شرط كلنا نكون متميزين في الرياضيات عامه. بس عشان اولياء الامور طبعا يعني يطوروا من موهبه اطفالهم في الرياضيات وهكذا، لازم بقى يهتموا بالمنتال ماس عامه، اللي هو القدره الحسابيه. هو مش شرط الابن يكون او الطفل يكون شاطر قوي، مثلا ان هو حتى لما يكبر يكون شاطر قوي في الانتجريشن والديفرنشيشن والحاجات دي. هو مجرد بس ان هو يكون شاطر، ان هو والله لو مثلا موقف معين، مثلا هو بيلم اجره في مواصلات، فهو عارف ان هو يحسب مثلا ويجمع ويدي الباقي والحاجات دي، ده كده حاجه كويسه جدا. ده كده انت طبقت الماس اللي هو الاساسي عادي، اللي هو البيزكس اللي هو انت بتحتاجه في حياتك العامه كل يوم. فهو الانسان او الطفل عامه مش مطالب منه ان هو يكون شاطر في الماس اللي هو خلاص بقى مكسر الدنيا وعارف كل فرع وكده. هو مطالب منه حتى لو هو مش بيحب الماس، ان هو يطور بس حته المينتال ماس عنده، اللي هو يعرف يحسب بدماغه، يعرف مثلا يعمل عمليه ضرب في دماغه، ضرب بسيط، يعني يكون على الاقل عارف جدول الضرب، عارف مثلا ازاي يقسم رقم على رقم حتى لو في دماغه. فدي حاجات اساسيه يعني. تمام. طيب، ممكن تكلمنا عن الفروع الموجودة يعني في الماس، لو حد يعني مثلا حابب إن هو يتخصص علم رياضة بس متردد؟ تمام. هو الماس اولا منقسم لاربع فروع. الفروع الرئيسيه يعني الجبرا، جبر، جيومتري، هندسه. بعد كده كومبايناتوريكس، واللي هو علم التركيبات والتوافقيات. وبعد كده نمبر ثيوري اللي هي نظريه الاعداد. تمام. كل فرع بقى بينقسم لعده فروع كتير. يعني مثلا الجبرا بيندرج تحته بري كالكولاس اللي هو ما قبل التفاضل والتكامل، والكالكولاس اللي هو بعد التفاضل والتكامل. بعد كده نيجي للجيومتري، مثلا بتنقسم لكذا حاجه، مثلا في ازاي انت مثلا تتعامل مع المثلثات دي اسمها تريجونومتري. برضو زي الساين والتان والكوزاين والحاجات دي برضو تبع التريجونومتري. برضو انت مثلا الدوائر والمربع والمكعب والحاجات اللي احنا كنا بندرسها في الابتدائي دي برضو جيومتري. في حاجه اسمها السوليد جيومتري اللي هي بتبقى عباره عن 3 دايمنشنز، دي برضو بتتكلم عن بقى الاشكال الفراغيه عامه، او اللي هو العالم الحقيقي بقى، اللي هو انت مثلا المكعب والمتوازي المستطيلات، ازاي مثلا لو في خط بيعدي. يعني مثلا مثال على السوليد جيومتري، اللي هو احنا طول حياتنا عارفين ان هو انواع الخط، او يعني الخطين لما يكون في خطين في المكان عامه او في الفضاء، فهو اما يا هم متوازيين يا اما هم متقاطعين. تمام، لان هم لو مش متوازيين هيتقاطعوا. لا، هو في نوع ثالث من الخطوط هو لا متوازي ولا متقاطع، لان انت في 3 دايمنشنز انت لما يكون عندك في خط انا ممكن اعمله كده، وخط في اتجاه ثالث، في اتجاه تاني خالص،
بس هو مش بيتقاطع معاه ولا هو متوازي معاه. ده حاجه اسمها سكرو لاين. تمام. فديت حاجه يعني هتدرسها في الهندسه الفراغيه برضه. فدي برضه الهندسه الفراغيه تبع الجيومتري عامه. زائد بقى الحاجات اللي موجوده اللي احنا كنا بناخدها في ثالثه اعدادي، الدوائر والمثلثات والحاجات ديت. الجبر او الالجبرا بيكون بقى البري كالكولاس في السيريس والسيكونس. يعني في ثالثه ثانوي عامه في ستيم في سيريس وسيكونس، بس بتوع ثانوي عام اصلا درسوها في سنه ثانيه عادي. في برضو بقى اللي هو الكومبلكس نمبرز، العدد التخيليه والحاجات دي برضو تندرج تحت الالجبرا او البيو ماثيماتكس عامه، رياضه بحته. برضو في اللي هو الكومبايناتوريكس، ده علم ده علم لوحده، بس برضو بيندرج تحت البيو ماثيماتكس. في برضو حاجات تانية زي مثلا في الالجبرا بقى بعد البري كالك، اللي هو مثلا بتدرس الحاجات الاساسيه بقى، الفانكشن والحاجات ديت، ومثلا حاجات تانية زي البارابولا، وبتدرس برضو كل حاجه لها علاقه بالفانكشن انت بتدرسها في البري كالك. وبتدرس مثلا النسبه والتناسب والحاجات دي، اللي هي منهج الجبر اللي احنا اخدناه من اول ابتدائي لحد مثلا ثانيه ثانوي. وفي برضه هناخد بري كالك لحد ثالثه ثانوي كمان. يعني السيريس والسيكونس اصلا في بعض الريفرنسات بيعتبروها كانها بري كالك. بعد كده بقى الكالك او الكالكولاس او التفاضل والتكامل. هو بقى تدرس تفاضل وتكامل، مثلا تحسب الاريا اندر ذا كيرف لجراف معين، تجيب مثلا الاسلوب لجراف معين، هكذا بقى تحسب الليميت لجراف معين، او النهايه، اسمها بالعربي النهايات، يعني النهايات لفانكشن معينه او داله معينه، وهكذا بقى. ده الكالكولاس عامه. هو الكالكولاس بصراحه انت مش هتلاقي يعني اي حد بيذاكره هيسال نفسه هو ليه، يعني أنا ليه بدرس كالكولاس، هحتاجه في حياتي العامه. بس لا، هو انت لما توصل هندسه، او اللي هيخش من علم الرياضه يوصل هندسه، لا هيشوف ان ليه فعلا استخدامات كتيره. قوانين كتيره ما كانتش مثبته تم اثباتها بالتفاضل والتكامل. غير كده مثلا، يعني لا انت بتستخدمها فعلا بتوسع كبير جدا في العالم الواقع، بس هي مش هتبان دلوقتي، لان هو منهج مصر عامه في طريقه غلط مثلا، او مش بيوصل بصوره واضحه ايه لازمه البيور ماثماتكس. تمام. يعني الابلايد ماثماتكس مثلا، اللي هي الميكانكس الاستاتيكا والديناميكا والحاجات دي، انت عارف هتعرف تستخدمها ازاي. يعني عامه لو بتزق حاجه فانت عايز تعرف ايه مقدار القوه اللي انت محتاجها. لكن البيور ماثماتكس احنا بندرسها واحنا مش عارفين ليه، يعني بتستخدم في ايه. يعني مثلا حاجه زي الكومبلكس نمبرز، في ناس كتير مش عارفه احنا بندرس اعداد تخيليه ليه، انا هستفاد ايه بيها. بس لا، يعني انت لما تدور هتعرف فعلا ان الكومبلكس نمبرز ليها استخدامات. وده برضو سبب من الاسباب ان الناس ما بتحبش الماث. ان هم مش عارفين الماث بيطبق ليه، انا بعمل ايه، انا بعد ما ادرس الماث هعمل ايه. يعني مثلا البايو انا عارف، انا بدرس جسم الانسان، بدرس النبات، انا عارف انا هعمل ايه بالبايو. لكن الماث انا مش عارف انا هعمل بايه. دي نقطه برضو. بعد كده بقى خلصت الكالك خلاص. في بقى حاجه اسمها التريجونومتري، قصدي سوري، في حاجه اسمها الكومبايناتريكس. الكومبايناتريكس دي انت بتدرس بقى احتماليات معينه. يعني مثلا في 5 اشخاص عايزين يقعدوا على شكل دايره، ففي كام احتماليه معايا، مثلا 4 لوح عايز ارتبهم مثلا بشكل معين، ففي كام احتماليه ان انا ارتبهم. هكذا بقى احتماليات. وبتوع ستيم يعني كانوا درسوا الحاجات ديت في ثانيه، بس بتوع ثانيه عام لسه هيدرسوها في ثالثه يعني. آه، او بتوع ثانوي عام درسوا جزء في ثانيه، بس لسه هيدرسوها بتوسع اكتر في ثالثه يعني. المهم الفرع الاخير بقى ده النمبر ثيوري، لو ما حدش اصلا بيدرسه، لا ستيم بيدرسوه ولا ثانوي عام بيدرسوه. ما فيش منهج مصري اصلا بيدرس نمبر ثيوري عامه. مش بيدرس في الثانويه هنا. اللي بيدرسوه بتوع هندسه، مش كل التخصصات اللي لها علاقه بالكمبيوتر اكتر. واللي بيدرسوا طبعا بتوع حاسبات. ده بيتعامل بقى مع نظريه الاعداد عامه، اللي هو انا دلوقتي الاعداد ديت مثلا مثلا انا لو جمعت رقمين على بعض هيدوني رقم معين. او مثلا يجي يقول لك في مثلا العلماء بيحاولوا يلاقوا باترن معين او تسلسل معين للاعداد الاوليه. فدي برضو بتعتمد على النمبر ثيوري. بصراحه النمبر ثيوري انا ما تعمقتش فيه قوي، لان زي ما قلت هو مش بيدرس في المناهج. وحتى الريفرنسز اللي احنا بنتعامل اكتر، الريفرنسز اللي احنا بنتعامل معاها سواء ستيوارت بريكالك او توماس كالكولاس، الحاجات دي ما فيهاش اصلا نمبر ثيوري وهكذا يعني. فديت اغلب اصلا النمبر ثيوري بتوع علم الرياضه مش هيحتاجوه عامه، ولا هيدرسوه حتى. مش هيحتاجوه لو قرروا ان هم يخشوا مسابقات بس.
فبس يعني اعتقد دي قلت كل حاجه اعرفها عن الفروق والناس المتعدده. تمام. طيب، لو ازاي، ايه الاساليب اللي ممكن شخص يستخدمها لما عايز يبقى يحل ماس او معادلات رياضية بس معقدة بالنسبة له؟ ايه الخطوات اللي من وجهة نظرك ممكن يتبعها عشان يسهل على نفسه؟ تمام. مبدئيا يعني من وجهه نظري يعني مستحيل تحل ماس بدماغك. يعني ماشي، هي لو مسألة جمع ومسألة ضرب مسألة اسم الحاجات دي قشطة تحلها بدماغك عادي. لكن مسائل يعني لو مثلا احسب لي حاجة معينة، مثلا احسب لي مثلا جايب لك وليكن سيريس معينة أو سيكونس معينة، ويقول لك مثلا احسب لي الحد ال 30 من السيريس دي، أو مثلا سؤال في التريجونومتري مثلا، لا فدي مستحيل أنت تحله بدماغك. في ناس بتبص المسألة وتحاول تلاقي الباترن بدماغك أو تحاول تحل المسألة بدماغك، بس لا، أنت لازم تمشي إيدك في الورقة، لازم تحل بإيدك وهتوصل. يعني لو هي مسألة صعبة أنت تحاول أنت تبدأ تفكر في المسألة، ممكن تلاقي تفكر في الطريقة في دماغك لكن ما تحسبهاش بدماغك. بمعنى أنا دلوقتي مثلا أنا عايز أحسب مسألة معينة، فأنا أبدأ أفكر في دماغي أنا بعمل إيه. مثلا أنا ببدأ أفكر في دماغي والله أنا لو عملت كده، مثلا لو هي ش- ش- مربع مثلا وجواه مثلث وانا عايز احسب الاريا بتاعت المثلث مثلا، فانا ببدا افكر دلوقتي انا ازاي اجيب الاريا بتاعت المثلث اللي جوه المربع. فابدا اشوف طيب والله المثلث ده مثلا المساحه بتاعته قد ايه من المربع. فانا ببدا افكر بقى والله لو جبت مساحه المربع فانا ممكن اقسم المثلث اقسمها على اتنين ويطلع لي مساحه المثلث، لان المثلثين مع بعض هما مساحه بيساوي المربع يعني. فانا ممكن ابدا افكر كده. طب ماشي، دي طريقه ونفعت اهي، وانا فعلا لما اجي اطبقها بقى بالورقه والقلم واحل بايدي بالورقه والقلم هلاقيني وصلت للناس. طيب مثلا طريقه انا فكرت في طريقه معينه دلوقتي وجيت اجربها بالورقه والقلم لقيت ان انا ما وصلتش لحاجه معينه، لا ابدا افكر تاني في دماغي بتكنيك معين او طريقه معينه واحاول اطبقها تاني بالورقه، اجيب الورقه بقى وابدا احل امشي بالورقه. يعني قصد يعني الغرض اللي انا عايز اوصله ان انت بتجيب الفكره المبدئيه او شراره الحل عامه يعني، او شراره الحل زي ما بنقول في دماغك. يعني مثلا انا هبدا من الطريق ده، تمام قشطه، انا عرفت دلوقتي وحطيت في دماغي ان انا هبدا من الطريق ده، فاقوم ماسك ورقه وقلم وامشي بقى تمام. من الطريق ده طيب. اشوف هو يوصلني لفين. فبس واغلب الاسئله الكومبليكيتد هي بتكون يا اما فكره مبنيه على افكار تانية، يعني مثلا فكره مجمعه كل الافكار، او فكره مشابهه لفكره قبل كده انت شفتها بس متحرفه شويه. يعني مثلا بيلعب في حاجات معينه، مثلا يعني لو هي سيريس سيكونس، بدل ما يجيب لك ارثمتك سيريس وجيومتريك سيريس مع الاثنين مع بعض، دي لوحدها ودي لوحدها، يجيب لك مثلا سيريس مجمعه الاثنين، متسلسله مجمعه الاثنين. فانت المفروض بقى تبدا تفكر انا هقسم مثلا، ويقول لك احسب لي مثلا المجموع بتاعهم، فانت تبدا تفكر والله انا هقسم السيريس ديت لجيومتريك واحده لوحدها وارثمتك واحده لوحدها، وابدا اجمع ديت لوحدها واجمع ديت لوحدها، فانت كده وصلت للتكنيك. لكن لو انت مثلا قلت قشطه انا ممكن اجمعها كلها على بعضها هتبدا ده عادي، ده تكنيك عادي، انت بتفكر. هو الماس مبني على التجربه والخطا والحاجات دي اللي هو التجربه والخطا اللي هو اساس البحث العلمي عامه يعني. ف فانت مثلا لو جبت تكنيك غلط جربته بالورقه قشطه عادي، ما تيأسش يعني، حاول تاني وهتوصل يعني. تمام. طيب، ايه المسابقات اللي فاتحة يعني حاليا للماس وكده؟ المسابقات اللي فاتحه حاليا ماس هو في IYMC. هي هي المفروض تفتح اليومين دول، بس هي ما فتحتش السنه دي، انا مش عارف ليه بصراحه، وبعت للمسؤولين بتوعها من يومين ايميل ولسه ما ردوش عليا يعني. بس هي مسابقه كويسه يعني، ولو فتحت السنه دي ان شاء الله تفتح يعني، بجد برشح الناس ان هي تخش فيها جدا. نظام IYMC عامه اللي هو هو عايز يقيس معرفتك في الماس كله، بس القشور من كل حاجه. يعني يجيب لك مثلا مساله تفاضل وتكامل، هي بسيطه، فكرتها بسيطه خالص، بس يقيس بقى هل انت فعلا عارف تفاضل وتكامل ولا لا. يجي يسالك مثلا سؤال في الكومبلكس نمبر مثلا او في الفانكشن،
يجي يقول لك مثلا هات لي الرينج بتاع الفانكشن دي. اسئله بسيطه خالص، بيسالك بس هل انت عارف الكونسيبت ده ولا لا. تمام. فهي اي واي ام سي كانت السنين اللي فاتت لما انا كنت دخلت فيها في ثالثه وفي ثانيه. كانت السنين اللي فاتت كانت بتكون فاتحه في الوقت ده، بس هي السنه دي معرفش اتاخرت ليه. تمام. برضو في كانجارو، بس كانجارو لسه بقى بتفتح متاخر شويه، اعتقد يعني في شهر 2 او في شهر 1، لسه بدري يعني. توفاس برضو بتكون على حسب بقى، على حسب المدرسة بتعملها امتى، كل مدرسة هي بتعملها امتى، بس اعتقد بتكون في شهر 11 مثلا فهكذا. آه، في مثلا مسابقة تانية زي الأولمبياد، بس هي الأولمبياد بصراحة احنا في مصر مش مهتمين بيها. وحتى الراعي المسؤول عن الأولمبياد اللي هي شركة ايدياس جيم، هي مش مهتمة خالص بالأولمبياد بصراحة. لان هي بتدي كورس 300 مثلا، مع ايا كان السعر، هي بتدي كورس. بعدين انت لو اتاهلت من اول مرحله بتخش كورس تاني. تمام. والتصفيات كلها بتكون مستواها مش عالي قوي زي باقي الدول. عشان كده حتى احنا اعتقد مصر ما جاب يعني طول السنين احنا ما كسبناش في اولمبياد الماس الا ميداليه برونزيه بس، اعتقد يعني، مش متاكد بصراحه. بس احنا فعلا في اولمبياد الماس وحشين جدا، ما بنكسبش حاجه. وغير كده حتى كل الفلوس اللي هي بتاخدها من الكورسات هي مش يعني الناس اللي بتختارهم. هو المفروض اصلا كل دوله الطبيعي تسفر 6، لا ايدياس جيم بيختاروا 2 بس. و... وما بيديلهمش كمان، ما بيسفرهمش على حسابهم. تمام. حتى بقى لو انت واحد جامد قوي وتقيل قوي في الماس، انت مش هتسافر، لان انت بقى اكيد مش معاك فلوس السفر. وكمان الاولمبياد اعتقد مدتها هناك انت بتسافر تقعد اسبوع في دوله تانيه، فانت اكيد معكش فلوس السفر والحاجات دي. فلا، هي الاولمبياد وحشه جدا، وخصوصا ان السنه اللي فاتت اصلا ما فتحتش. يعني هي سنتي لما انا كنت في ثانيه ثانوي فتحت، وبعدها بقى لما انا دخلت في ثالثه بسال صحابي في ثانيه يعني، بقول لهم دخلت في الاولمبياد ولا لا، قالوا لي لا الاولمبياد ما فتحتش اصلا السنه. فهي الاولمبياد ما فتحتش اصلا السنه اللي فاتت، وهي عامه مستواها وحش يعني. تمام. طيب من وجهة نظرك، لو حد عايز يدخل أي مسابقة ماس، إيه مثلا الخطوات اللي ممكن ياخدها عشان يقدر يكمل في المسابقة؟ هو والله على حسب كل مسابقه. يعني مثلا مسابقه التوفس هي معتمده اكتر على المينتال ماس، او ان انت تعرف تحسب بسرعه. يعني انا مثلا دخلت في توفس في اولى ثانوي. كانت كل الاسئله اللي موجوده عمليات حسابيه بسيطه. لو انت مثلا جذر مش عارف ايه يطلع لك ايه، جذر كذا في جذر مثلا 7 في جذر مش عارف كام على جذر كام، واحسب لي دي كلها عمليات منتال ماس عاديه خالص. فعلى حسب كل مسابقه. فانت بتبقى فانت بتبقى يعني على حسب المسابقه انت بتعرف انت المفروض تعمل ايه. انت المفروض تخش على المسابقه وتعرف المسابقه ديت الاسئله فيها بتيجي ازاي. تمام. وبصراحه توفس السنه دي بدات تتوسع جدا على مستوى مصر. يعني لما انا كنت في اولى كانت مقتصره، يعني كان اللي عارفها اكتر مدارس ستيم وهكذا. بس لا، لما دخلت تانية وتالتة لقيت ان فعلا في مدارس كتير على مستوى الجمهوريه بداوا يعملوها. يعني حتى لدرجه في مدارس حكوميه كتير بداوا يدوا بيقدروا يدخلوا طلابهم يخشوا في مسابقه توفس يعني كده. وهي زي ما قلت يعني معتمده على ان انت الماس اكتر. تمام. مش معتمده على معرفتك في الماس، او مثلا اللي هو انت تكون بضيع في علم الماس، او ان انت عارف حاجات كتيره في الماس. لا، هي معتمده بس على الحسابات. لانه لما انا دخلت يعني كان 40 سؤال في 40 دقيقه وبس. يعني فانت المفروض تحسب بسرعه. تمام. دي بالنسبه لتوفس، وهي مسابقه حلوه جدا يعني، هي مدعومه من اليابان وهكذا يعني. بالنسبه بقى للاي واي ام سي زي ما قلت، هي مسابقه بتقيس معرفتك في كل سيكشن في الرياضيات. انت مثلا عارف كذا في الرياض، انت عارف مثلا اساسيات الديفرنشيشن، واساسيات الانتجريشن، اساسيات التفاضل والتكامل، واساسيات مثلا السيريس والسيكونس وهكذا. فانت عارف اساسيات كل فرع في الماس، هتعرف تحل. فاي واي ام سي حلوه جدا بالنسبه لك. وحتى الناس اللي بتقدم هي مش بتحتاج مجهود كبير اي 1 ام سي، لان اول مرحله خالص زي ما قلت هي مش مطالبه منك غير اساسيات بس بسيطه في كل فرع. تمام. بعد كده المرحله اللي بعدها اللي هي الثانيه بقى، لو انت اهلت من المرحله الاولى، المرحله الثانيه برضو مش متطلبه منك كتير، برضو اساسيات على حبه حاجات، ما عدا بس في اخر سيكشن هو الليفل 2 او البري فاينل في الاي واي ام سي. البري فاينل بيكون متقسم 3 سكاشن.
سيكشن A ده بيكون سهل خالص، سيكشن B بيكون متوسط، سيكشن سي ده بقى بيكون جايب لك ريسيرش بيبر، وانت المفروض تخش تقرا الريسيرش بيبر ديت وتجاوب على حبه اسئله بناء على اللي انت فهمته من الريسيرش بيبر. فبصراحه الريسيرش بيبر بتكون الى حد ما صعبه وفيها مواضيع كومبليكيتد شويه او معقده يعني. في الاغلب بتيجي عن النمبر ثيوري، او بتيجي مثلا عن اللي هو خالط اتجاهين ببعض، خالط مثلا النمبر ثيوري بانتجريشن مثلا. تمام. فهي بتكون صعبه شويه، بس انت لو ما حليتش ولا سؤال في السي وحليت البي كله وحليت الاي كله، انت كده كده ان شاء الله ضامن تأهل ان انت توصل الفاينل عامه. فالبري فاينل برضو في اي ام سي ما فيهوش مشكله قوي يعني، مطالب منك ان انت تكون عارف كتير. نيجي بقى للفاينل. هو الفاينل في اي ام سي بيكون عباره عن 30 سؤال، كل واحد بيجي له 20 سؤال راندوم. بيجي لك 20 سؤال عشوائي من ال 30 سؤال، انت مش عارف هيجي لك ايه 20 اصلا. والسؤال ليه دقيقه، مش ال 20 سؤال ليهم 20 دقيقة. ليه في فرق بقى؟ لأن أنت مثلا لو حليت سؤال في 30 ثانية، أنت ما ينفعش تحوش ال 30 ثانية المتبقيين في سؤال تاني. تمام. فالسؤال ليه دقيقة. فهي دي برضو اي 1 ام سي. الأسئلة فيها برضو بتكون بسيطة عشان السؤال فيها دقيقة، ففي أسئلة بتكون بسيطة تقدر تلقطها في 10 ثواني حرفيا يعني. في أسئلة فعلا كنت بحلها في 15 20 ثانية، وكنت بقعد باقي الدقيقة مستني إن هو الدقيقة تخلص عشان أخش على السؤال اللي بعده. وفي أسئلة لا، أنت بتفضل لحد آخر ثانية أنت بتفضل تحسب، لأن هي بتبقى أسئلة طويلة فعلا. وفي اسئله بقى اللي هي بتكون مبنيه على ريسيرش بيبر يعني، بس بتكون اسئله بسيطه جدا يعني. مثلا من ال 30 سؤال او من 20 سؤال اللي بيجوا لك، على الاقل هيجي لك سؤال او اتنين مبنيين على الريسيرش بيبر اللي كانت جايه في المرحله البري فاينل. بس بتكون مساله بسيطه يعني، مثلا يقول لك القانون بتاع الحاجه الفلانيه هو ده ولا ده ولا ده ولا ده. فانت يا دوبك بس لو قرات اول صفحه او اول سطرين من الريسيرش بيبر، انت بتكون عارف تجاوب الاسئله اللي جايه على الريسيرش بيبر وكده. ف اي وقت ساعه مثلا نظام اللي انت انت لو اتاهلت للفاينلز، انت اقل حاجه هتاخدها ميداليه برونزيه. تمام. لو انت جايب بقى من 13، يعني انت جايب اعلى من 12، انت جايب مثلا 13، هتبدا تخش في الفضي بقى، تبدا تخش كده في الميداليه الفضيه. من 13 ل 16 دي ميداليه فضيه، من 17 لحد 20 دي انت بقى كده ميداليه ذهبيه. تمام. ده كده بالنسبه للاي واي ام سي. برضو زي ما قلت تحضيرها هيكون مختلف. انت المفروض تكون عارف حاجه في كل علم يعني، أو حاجه في كل جزء في الرياضيات عشان تعرف تخش. تمام. والحاجه ديت انت مش شرط انت داخل المسابقه عارفها، لا انت بالعكس، انت ممكن مثلا دخلت. يعني انا مثلا اول ما دخلت اي واي ام سي في سنه تانية، كان في سؤال في البري فاينل كان عباره عن ديريفاتيف للساين والكوزاين والحاجات دي. فانا ما كنتش عارف بصراحه يعني. هي المسابقه بتبقى في الترم الاول، فاحنا ما كناش لسه درسنا الانتجريشن والحاجات دي. المسابقه بتبقى في شهر 11 و10 والحاجات دي، فما كناش لسه درسنا. فانا دوبك دخلت سرشت على اليوتيوب شرح من اورجانيك كيمستري، حرفيا القناه المشهوره او القناه المحببه لجميع الستيمرز. دخلت اشوف ازاي اعمل انتجريشن للساين والكوزاين والحاجات دي. وبس، وفهمت وعرفت احل. فانت مش شرط تكون داخل المسابقه انت عارف المعرفه البسيطه في كل فرع، لا انت ممكن تعرف المعرفه ديت اثناء المسابقه. ليه؟ لان اصلا الكواليفيكيشن راوند في اي واي ام سي او المرحله الاوليه يعني، انت الاسئله بتنزل، بعدين انت بيكون قدامك حوالي شهر ان انت تجاوب، شهر او اكتر كمان. بعد كده الاسئله بتاعت لو انت تاهلت للبري فاينل، الاسئله البري فاينل بتنزل وانت بيكون قدامك مش فاكر كام بالظبط، اعتقد من 10 ايام لاسبوعين تجاوب على الاسئله. تمام. فدي برضو مده كبيره ان انت بقى تبدا تسرش والحاجات ديت، تسرش على حاجات مثلا ناقصاك وهكذا. فدي برضو مده كبيره ان انت بقى تبدا تعرف المعرفه بسيطه في كل مجال. بالنسبه بقى لمسابقه زي كانجارو، فهي كانجارو معتمده على المينتال ماث برضو، ان انت بتلقط باترن معين في السؤال. بس دي محتاجه بقى تطور يعني، محتاجه مثلا ان انت تعرف تطبق الباترن ده. زي ما قلت اسئله كانجارو مثلا بتكون عباره عن، زي ما قلت مثلا نمله ماشيه على شكل ثلاثي، فانت احسب لي مثلا الاحتماليه هتعدي على النقطه دي كم مره. آه، مثلا يجي يقول لك يجيب لك شكل غريب واحسب لي المساحه بتاعته، هكذا بقى. هي كانجارو معتمده ان انت بتلقط باترن معين، دي بقى تدرب لها زي دي، بتدرب لها ان انت بتحل كذا كذا سؤال مناسب يعني، كذا سؤال شبه الاسئله بتاعت كانجارو، هتبدا تلقط الباترن.
وهي كانجارو كل سنه بتنزل الامتحانات القديمه يعني، وبتنزل سامبلز لو انت مشترك معاهم يعني. بتنزل سامبلز او امتحانات كده، نماذج مثلا انت تقدر تدرب عليها وهكذا يعني. بس فهي ديت الاولمبياد بقى، يعني انت عشان فعلا تحضر الاولمبياد انت محتاج بقى تتعمق جدا في ماس، وتتعمق في كل فرع، سواء بقى الجبرا، انيكواليتيز، فانكشنال ايكويشنز، نمبر ثيوري، كومبايناتوريكس. الحاجات دي انت فعلا محتاج تتعمق فيها جدا. جيومتري برضو، يعني بجد في ريفرنسات كل دورها ان هي بس بتعلمك ازاي تذاكر جيومتري للاولمبياد. في ريفرنسات كل دورها ان هي بتتكلم بس عن الانيكواليتيز، ازاي انت تحل انيكواليتي. الانيكواليتي اللي احنا عارفينها عامه، او المتباينات اللي احنا عارفينها في المنهج اللي احنا بندرسها عامه بتكون سهله، اللي هو خلاص اللي هو بس فكره ان انا بدل ما احط يساوي بحط مثلا اكبر من اصغر من هكذا. لا بس الانيكواليتيز بقى في الاولمبياد بتكون مختلفه، وفي ميثودز وفي ثيوريز انت المفروض بتطبقها عشان تطلع الحل وهكذا. فانت وفي ريفرنسات بس بتدرس الانيكواليتيز، والانيكواليتيز ده يعتبر مثلا نص الالجبرا في الاولمبياد. عامه الاولمبياد المنهج بتاعها مش معتمد على الالجبرا كلها اللي انت درستها في حياتك. لا هو بيختار لك توبكس معينه، والله مثلا فانكشنال ايكويشنز والايكواليتي، تمام. وهكذا برضو في الجيومتري بيكون مختار لك توبكس معينه، وهكذا برضو في النمبر ثيوري والكومباينر. فانت عشان فعلا تتدرب على الاولمبياد صح، انت المفروض بقى تتعمق وتدرس تقرا فعلا ريفرنس في كل سيكشن في الفروع الماس، وتبدا تعرف بقى فعلا انت هتعمل ازاي، وتتدرب بقى كتير على على اسئله اولمبياد قديمه يعني. فبس يعني كده اعتقد الطريقه ازاي، يعني من حكم خبرتي ازاي تتدرب لكل مسابقات الماس المختلفه يعني. تمام، معانا إن شاء الله آخر سؤال. لو طالب يعني متردد إن هو يدخل تخصص علم رياضة وكده، إيه النصايح اللي ممكن تديها للطلاب اللي ناويين يدخلوا أو مترددين؟ تمام. اول حاجه اقعد فكر مع نفسك، ما تسمعش من حد. انت عارف انت كويس في ايه ووحش في ايه. آه، قشطه يعني اتكلم مع اهلك وكل حاجه، بس ما تخليش كلام اهلك هو اللي يحكم، لان في ناس كتيره بتقول لاولادها ما تخشش علم رياضه، خليك علم علوم وهكذا. بس ما تخليش كلام الاهل هو اللي يحكم، لا. اقعد مع نفسك، شوف انت عايز تبقى ايه، عايز توصل لايه، انت بتحب ايه وهكذا. غلطه كمان من الغلطات اللي بيعملوها ان في ناس كتيره بتختار هي عايزه علم رياضه ولا علم علوم بناء على الدرجات. يعني والله مثلا انا جبت في البايو او جبت في الاحياء مثلا درجه حلوه، وجبت في الماس درجه وحشه. جبت في مثلا في المواد بتاعت علم العلوم درجه حلوه، وجبت مثلا في الجيولوجيا درجه حلوه. وهي الجيولوجيا في ستيم موجوده في اولى وثانيه وثالثه، في اولى وثانيه وثالثه عامه يعني. ثالثه موجوده لعلم علوم بس في اولى وثانيه موجوده للعلم العلوم وعلم الرياضه. جبت في الجيولوجيا درجه حلوه، وجبت مثلا في الميكانيكا درجه وحشه. فلا ببدا احكم ان انا المفروض اختار بناء على الدرجه، لان انا مثلا في ثالثه مش هعرف اجيب مش هجيب درجه حلوه في الماس والميكانيكس وكذا. لا فده غلط، انك ما تحكمش بناء على الدرجه، لان هو بكل بساطه ممكن يكون امتحان البايو جاي سهل، او الجيو جاي سهل، وامتحان الماس والميكانيكس جايين صعبين. فدي حاجه برضه غير كده. انت بتحكم بقى بناء انت عايز ايه فعلا، انت بتحب ايه اكتر، انت عايز توصل لايه، انت عايز تاخد ايه في الكليه. وهكذا يعني عادي. وعلى فكره لو انت بتحب الاثنين، علم علوم وعلم رياضه، دي مش حاجه تعيبك عامه. في ناس صحابي كتير بيحبوا الاثنين، بس دول اكتر ناس بقى بيفضلوا محتارين لحد لحد مثلا الاستماره بتاعت الرغبات. بيفضلوا محتارين، انا مش عارف انا علم رياضه ولا علم علوم. فلا اقعد مع نفسك، فكر، شوف انت عايز توصل لايه، شوف انت شوف انت بتحب ايه اكتر وهكذا. وفي الاخر حاول تقنع اهلك باللي انت عايزه يعني، باللي انت حابه. انتش اول ولا اخر واحد يعني اهله كانوا رافضين او
كده يعني. بس اهم حاجه ان انت تقعد مع نفسك وتفكر بس ان انت عايز توصل لايه، ما تسمعش الكلام اللي حواليك بس. تمام، احنا كده خلصنا، واحنا بنشكرك جدا على السيشن التحفة دي، وشكرا على ان انت خصصت يعني وقت لتيم خطوة، وشرفنا بيك جدا. وانا اسعد، شكرا لكم جدا. وان شاء الله يكون ما بيننا ميتينجز تانية كتير يعني.